بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم هشام بالاسف، قناتكم العرب تمريض 2. النهارده الحلقه لكل الدراسات العليا، ماجستير او دكتوراه. ازاي تعمل ليتريتشر ريفيو، او ازاي لو عايز تعمل البروتوكول بتاعك. ان شاء الله هنتكلم في موضوعات البحث العلمي، رساله الماجستير والدكتوراه عشان تتعلم بحث علمي. زي ما انا اتعلمت فضل من ربنا من اساتذتي في كليه تمريض جامعه طنطا قسم الحياه الحرجه. شكرا ليكم اللي انتم علمتوني. فواجب عليا برضو بدون ما اطول في المقدمه اشكر حضراتكم اللي انتم علمتوني، واعلم الناس اللي انا اتعلمته من حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه حضرتك لو انت هتبحث لازم تتعلم ازاي تجيب جوجل سكولر. هتخش ده المين سكرين بتاعتك او الشاشه الرئيسيه. هتخش على كروم بقى، موزايل، فوكس، اي حاجه، وتكتب جوجل سكولر في البحث. بعد ما تجيب جوجل سكولر الباحث العلمي. طيب انا مش عارف اكتبها جوجل سكولر. ممكن تكتبها جوجل سكولر زي ما هي مكتوبه كده باللغه العربيه، زي ما هي مكتوبه كده وانا بشاور بالماوس. او ممكن تكتبها لو انت في كليه تربيه برضه عشان زملائنا، او حد بيشتغل او كليه تجاره بيشتغلوا باللغه العربيه، ممكن تكتبها الباحث العلمي. ايا يكن باحث علمي جوجل سكولر زي ما تحب. طيب جوجل سكول هيطلع لك المين سكرين بتاعتها والريسيرش بتاعتها. طيب انت لو بتشتغل باللغه العربيه مثلا، في الشريعه مثلا والقانون، فانت تكتب تاثير القانون، هتكتب بالعربي تاثير اي حاجه القانون على النفس مثلا. اي حاجه انت بتدرسها، تاثير التدابير القانونيه. طب دي لو انت كليه بالعربي، احنا بقى في كليه تمريض بنشتغل بالانجليزي. انت بتشتغل على ايه يا عم هشام؟ ورسالتك على ايه ان شاء الله اللي هتناقشها باذنك يا رب؟ ادعوا لي بس اناقشها على الكوميونيكيشن بورد. انا بشتغل مثلا كوميونيكيشن بوردس في الانتيوبيتد بيشنت. انتيوبيتد بيشنت في بعد البوست اوبن هارت سيرجري. بوست اوبن هارت سيرجري. وهقول لكم تريكات كده يعني اتعلمتها الحمد لله رب العالمين، وهقولها لكم. كوميونيكيشن بورد انتيوبيتد بيشنت. طيب انت لو في الكليه اندر جراديويت هيعلموك ان شاء الله ازاي تبحث. البوست جراديويت بيحاولوا ينجزوا شويه في وقتهم عشان خاطر بيبقى وقتهم مش مسموح كتير يعني. بنعمل ايه؟ اول حاجه بتشوف السنه، ده 2019 وعدد الاقتباسات. يعني انا لما اجي اقرا البيبر دي 2019 2018 بس اقتبست في 55، دي اقتبست في 3، ده اقتبس في 152، يبقى في بس 2010. ركزوا بس السنه، بس اقتبس في عدد كبير. عدد ايه كبير؟ ده في 207 كوميونيكيشن بورد ان كريتيكال كير بيشنت. اما جايب ده بس دي 2006. انا كهشام بحبها يعني حتى لو قديم، اصل العلم بيتبنى كطوبه فوق طوبه. اجيب دي مثلا كوميونيكيشن بورد ان كريتيكال كير بيشنت لان تم اقتباسها في 207، بشوف العدد الاكبر. بس خدوا بالكم ان السنه بتفرق معايا. السنه بتفرق ايه معايا؟ وهقول لكم في برضو تريكايه. انا جبت دي مثلا في ليتريتشر ريفيو، وعايز اجيب جمله، والجمله دي هاخدها عندي في الليتريتشر بتاعي. بيشنت ريسيفنج مثلا اول جمله ده: patient receiving mechanical ventilation have reported communication difficulties as their numerous او numbers one problem while intubated. دي جمله عاديه اهي، عايز اخدها في الليتريتشر. شوف اتاخدت ايه 1988 و1990 و2002 اتاخدت فيها 1988، وعايز الريفرنس بتاعها. هاخد الجمله كنترول سي اللي هو كوبي، بمعنى اصح كنترول كليك يمين اخد كوبي. كده انا عملتها نسخ. وقام رايح جايب فاتح الوورد بتاعي، وورد ليتريتشر. هفتح وورد طبيعي، وقام جاي هنا اهوت يا جماعه، وقام كاتب. طبعا مش عايز بالجاريزم، مش عايز سرقه ادبيه. في عندك كذا طريقه، هقول لكم طريقتي واقول لكم التريكايه. بقوم فاتح الكويل بيت او الكويل بوت بارافريسنج. الكويل بوت اللي هو كيو يو اي ال ال او اللي هي بي او تي، اسمها كويل بوت زي ما انتم شايفين اهو. اهو شاور لكم بس عليها الموقع ده اهو. اهو دي اسمها البارافريز. البارافريز يعني إعادة صياغة، إعادة صياغة للجمل. طبعا يعني عشان بس ما يبقاش فيه سرقة علمية، وأقوم حاططها. وهنا بيقول لي كنترول في تاني. باخد باخد الجملة اللي أنا عايزها، كنترول سي كوبي، أقوم رايح حاططها كنترول في، أو اللي هو كليك يمين، اللي هو بيست يعني. أعملها لكم بكليك يمين عشان تشوفوها. بعمل بيست أهو، وأقوم رايح عامل بارا فريز، إعادة صياغة. when intubated patient، طبعا هو انا قلب لي الجمله.
اقوم واخدها كنترول سي او كليك يمين كوبي، اقوم رايح على الوورد بتاعي وحاطط الجمله الاولانيه. ركزوا تاني، حطيت الجمله الاولانيه اهيت في الليتريتشر بتاعي. هو الليتريتشر، ليتريتشر فيو. ده الليتريتشر ريفيو بتاعي، ريفيو. ده الليتريتشر كده. انا حطيت اول جمله صح يا عم هشام؟ اه صح. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الريفرنس بتاعها. قام جايب حاطط واحد، ده كده الريفرنس رقم واحد عندي. قام فاتح صفحه تانية، قام كاتب ريفرنس. لازم تحط المراجع وانت بتكتب عشان ما تضيعش في الاخر، ما تحصلكش توهان. ده الريفرنس. يبقى انا كده احط اول ريفرنس عندي او اول مصدر عندي. اجيب الريفرنس ازاي؟ وبالذات لو انت في كليه تمريض جامعه طنطا. ده الاقتباس السيتيشن، اتك عليه هيطلع لي هنا الام ال اي والابا والايزو. طب في كليه تمريض جامعه طنطا في فانكوفر ما بيستخدموش الابا. اجيبها ازاي؟ دي تريكايه تانية. لو انت في كليه تمريض جامعه طنطا لازما تفتح صفحه وتحط الزر ده، اسمه جوجل سكولر بوتن اكستنشن. جوجل سكولر اكستنشن بوتن. يعني ايه يا عم هشام؟ يعني الزرار ده اهو باحث علمي بس موجود. هقول لكم ليه. بجيب السيتيشن بتاعي، الاقتباس بتاعي، اشيل مثلا بالابه انا عايز فانكوفر، اقوم متك على الزرار، واقوم عامل ايه؟ حاطه في البوتن. هيطلع لي نفس البيبر بتاعتي ونفس الورقه البحثيه. اقوم جاي عامل سايت نفس الكلام، هيطلع لي فانكوفر تحت. وهي دي التركه. بدل ما اعمل ريجنريتور للريفرنس. طبعا انا بشوف الريفرنسات الكتير دي، ما يزعلوش مني يعني الناس اللي بره تقاليع منهم، شيكاغو وهارفورد واكسفورد ومش عارف ابا وام ال ايه، ما وحدوش في العالم الريفرنس. كل واحد طبعا انتوا عارفين الانجليز والامريكان ليهم تقاليع كده، كل واحد عايز يبقى مختلف عن التاني. مفيش حاجه اسمها مثلا كايرو يونيفرستي مثلا ريفرنس، جامع القاهره فهرس، ولا مثلا مرجع مثلا طنطاوي. مفيش الكلام عندنا ده في مصر، بس هم بره اصحاب تقاليع. نرجع تاني. بجيب البوتون واحط الريفرنس بتاعي واعمل سايت، او احط اي ريفرنس بقى الابا. هيطلع لي في فانكوفر اهو لو انت في جامعه طنطا. طب انا عايز اجيب الاكستنشن ده يا عم هشام. بتك على الثلاث زراير واروح الاكستنشن، فيزيت كروم ويب ستور، بروح اللي هو جوجل يعني زي جوجل ستور كده، متجر جوجل بس على الكروم. اقوم كاتب هنا، بيطلع لي الصفحه، بكتب جوجل سكولر. طبعا انت ممكن تلاقي حاجات كتير تفيدك. سكولر بوتن الاضافه، زرار جوجل سكولر. طبعا عشان متضاف عندي فانا مش هينفع اضيفه يا ازاله. انا طبعا انا ضفته فهو موجود عندي. اتفقنا؟ اه هو متضاف ده الاضافه. جبت الريفرنس بتاعي بالفانكوفر، قام رايح جايب كده اهو وحاطط اول ريفرنس، وادي له رقم واحد واظبط شكله. ده كده المرجع الاولاني والريفرنس الاولاني عشان برضو تشوفوا. يبقى انا عملت ايه؟ كل اللي انا عملته دخلت الباحث العلمي جوجل سكولر، حطيت ال العنوان بتاعي، الرساله بتاعتك اللي هو بيسموها الكي وورد او مفاتيح العمل. بعد كده اخترت البيبر اللي انت عايزها. طب البيبر دي 2006، ممكن اجيب منذ 24، منذ 23، لا 23. وعجبتني البيبر دي نفس الكلام. بجيب الاقتباس بتاعها بعد ما اقراها واجيب الجمله، اخد العنوان بتاعي، راح على جوجل بوتن، جوجل سكولر بوتن، واجيب الريفرنس اللي انا عايزه من فانكوفر. طيب انا بقى عايز حاجه تانية مش موجوده، ولا ابا ولا شيكاغو ولا هارفورد ولا فانكوفر ولا ام ال ايه. على طول تعمل حاجه اسمها ريجنريتور، ريجنريتور للريفرنس وربنا معاك. طيب انا عايز اعمل بارافريز بستخدم الكويل بوت. هل البارافريز بتاع الكويل بوت حلو؟ الحقيقه انا بعمله، بس في حاجه تانية احسن، ان انت تجيب الجمله، وليكن الجمله دي مثلا، وتكتبها باللغه العربيه زي ما انت فهمتها. يعني انا مثلا المريض هنا بيوضع، تم اخبارهم او الدراسات بتقول ان المريض اللي بيوضع على جهاز التنفس الصناعي عنده مشاكل كتير جدا
لما بيحصل له انتيوبيشن او بيحصل له عمليه ايه تتيب. ده تم اخبارها في دراسات كتير في التواصل. فانا بكتبها ازاي مثلا؟ انه لوحظ مثلا في الاوراق البحثيه السابقه في فلان وفلان وفلان ان في مشاكل في التواصل. ادي جمله. او ممكن انه لاحظ مشاكل في التواصل من فلان وفلان 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 لما المريض بيوضع. بتحطها بتشكلها عشان خاطر البلجاريزم او الاقتباس العلمي. ده كان جزء صغير من الليتريتشر ريفيو وازاي تكتبه، والتركايه ازاي تجيب الفانكوفر ريفرنس، والتركايه بتاعت ازاي تعمل بارافريزنج او عدم اقتباس علمي، او اللي هو بيسموه بلجاريزم، عدم سرقه ادبيه زي ما بيقولوا. خلي بالكم من الحتت ديت. ولو حد عايز اي حاجه في الماجستير أنا تحت امركم، وهعمل حلقات تانية فيها ان شاء الله. شكرا.